السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى جايالكم يا جماعة، مش بإيدي فاضية، جايالكم معايا ده كربات سمين سمين سمين. عايزة اقول لكم ان الطريقة دي معتمداها جدا جدا في البط، واستحالة ان انا اغيرها. بجيب البطايه بتاعتي بعد ما تتغسل بقى وتتنقع في محلول خل وملح وليمون وكده. بعد كده بحطها على النار، على نار واطيه في الحله من غير اي حاجه خالص لحد ما تتشوح وتنزل كل اللي فيها. تمام، بيبقى ليها ريحه مش حلوه وجخره، وبتنزل اللي هو الريم ده كده لحد ما تتشوح خالص خالص وتنزل. بيبقى فيها كمية دهون برضو بتنزلها. تمام، بشوحها شوية. تمام، وبعد كده بنزل بقى بالطماطم بتاعتي، وبنزل بالبصل بقى، وبنزل بالجزر لو عندك جزر عايزه تضيفيه تمام مش مشكله، والفلفل الاسمر والملح والورق اللوري. وبصي ما تنزليش باي بهارات تانية خالص. عايزه اقول لكم بسيبهم بقى يتشوحوا مع بعض. وحبهان طبعا ومستكه ده طبعا ما استغناش عنها في اي شرب. حبهان والمستكه ده موجودين في كل شرب عندي. وبسيبهم بقى مع بعض يتشوحوا ويغلوا مع بعض. عايزه اقول لكم ان الريحه بتبقى طالعه يا خراب تهبل، جميله جدا جدا جدا. كتري بصل بقى، بما ان احنا دلوقتي في موسم البصل، كتري بصل بيخلي الشوربه بتاعتك جميله جدا جدا جدا. الطريقه دي مش هغيرها خالص، معتمداها في كل بط. كل ما بعمل بط بعملها بالطريقه دي. لازم البط يتشوح قبل ما تعملوا له الشوربه بتاعته، لازم يتشوح. بعد ما بيتشوحوا مع بعض بنزل عليهم بالميه السخنه المغليه وبسيبهم مع بعض. هنا خلاص كان البط يتشوح مع البصل مع الطماطم مع الفلفل مع كل حاجه كانت اتشوحت زي ما انتوا شايفين كده يا امارات. وبعد كده بقى بنزل بالميه المغليه بتاعتي واسيب البط. طبعا البط مش هياخد سوا خالص معايا لان البط ده مش اللي هو عجوز وكده. ايه رايكم بقى في الغدا بتاعي؟ كنت عامله بط ورز بالشعريه ولسان عصفور وملوخيه. عايزه اقول لكم ان البط كان طعمه حلو قوي قوي قوي. ايه رايكم؟ بيبقى دايب كده وبتشربي شويه شوربه. عايزه اقول لك بيبقى عظمه عظمه. وده لسان عصفور طبعا لازم جنب البط بقى، يا لسان عصفور يا رز معمر بقى، ولازم ملوخيه. ايه رايكم بقى في الغدا بتاعي؟ عايزه اقول لكم ان الاكل كان طعمه ما شاء الله زي العسل. عايزه اقول لكم البط كان دايب توب. واحلى ما في الموضوع كله البط يا جماعه، شايفين الصدر دايب ازاي؟ عايزه اقول لكم ان كان زبده زبده. شايفين شكله حلو قوي ازاي؟ وحمرته بقى وحضرته مع الاكل وكان طعمه حلو قوي قوي قوي. بالهنا والشفا طبعا لكل اللي اكل حاجه. ايه رايكم؟ الطريقه دي انا مش هغيرها خالص في البط. فطريقه بتخلي البط حلو وبتخليش الشوربه معاكي سمينه ولا دسمه. بتخليش شوربه البط سمينه ولا دسمه. يلا باي باي، اشوفكم فيديو